مساء الخير يا شباب، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة معانا حلقة من حلقة تعريف ال Student Activities. معانا النهاردة من نشاط Compiler Community باشمهندسة هاجر عطية، فايس بي ار في كومبايلر، وطالبة في كلية الحاسبات والمعلومات. ومعاكم هنا محمد جمال. إن شاء الله هيكون بودكاست مفيد وحلقة مميزة لتعريف ال Student Activity ده. معانا دلوقتي الباشمهندسة هاجر هتكلمنا أكتر عن الستودنت اكتيفيتي، الشغل بتاعهم، إيه التخصصات بتاعتهم، وإن شاء الله تستفيدوا. اتفضلي يا باشمهندسة. آم، طيب أولا ده طالب. أنا هحكي لكم في الأول قصة بسيطة عن طالب اسمه ماهر بيدرس في كلية الحاسبات والمعلومات في جامعة المنوفية. ماهر ده شاب زي أي شاب في الجامعة، حابب إن هو يخش أو يدوس شوية في سوق العمل، يبدأ يشوف الفرص اللي موجودة. فمرة كان قاعد لقى جوجل is hiring، فالموضوع طبعا بالنسبة له مش طبيعي خالص. إن هو هل هو فعلا يقدر يقدم على شركة كبيرة زي دي؟ بدأ يفكر هل أقدم ولا هترفض. وده شعور بيقابلنا كلنا تقريبا، إن احنا لما مثلا أي شركة بتبقى بتقدم وظيفة شغل، بنسأل نفسنا الأول هل نقدم ولا احنا لسه مش مستعدين. وغالبا لأن عقلك بيبقى حابب إن هو يحطك دايما في الكومفورت زون، فانت دايما بيجيلك إحساس إن انت مش جاهز. ماهر دخل اوضته وقعد بقى يدور على الشهادات اللي عنده كلها، ويشوف بقى خد ايه واكتسب ايه، يشوف بقى هل عنده مثلا شهادة فيها سوفت سكيلز معينة او تكنيكال سكيلز معينة. بس للأسف ماهر ما لقاش اي شهادة يقدر يحطها في السي في بتاعه او انها تقوي السي في بتاعه. وزي ما احنا عارفين دلوقتي في الشغل ما بقاش بس محتاجين المهارات التقنية، بل بالعكس احنا كمان محتاجين المهارات الشخصية، ان انت تتعامل في تيم وورك، ان انت تتعامل في ضغط، ازاي تتعامل مع الناس. في مهارات شخصية كتير جدا زي البروبلم سولفينج، كمان من المهارات الشخصية المهمة جدا ان انت تبدأ ان انت تتعلمها في فترة الجامعة. ماهر للأسف طالب زي أي طالب، أول لما دخل الجامعة بدأ يشوف المواد ويذاكر، وما دخلش حرفيا في أي student activity. لذلك هو فعلا ما عندوش أي شهادات، زي ما احنا شفنا ما عندوش أي حاجة تثبت إن هو qualified للشغل ده أو للشركة دي. ماهر طبعا زي تصرف بقى زي اي تصرف، بدأ يعمل ايه؟ يكلم صحابه، يعني يشوف هيكلم مين ويشوف بقى هم وصلوا لايه، يمكن يساعدوه. وده شعور غالبا بيراودنا كلنا، ان احنا نشوف بقى نطمن على الناس اللي حوالينا، نشوف بقى هل هم وصلوا لحاجة او اشتغلوا في شركة ولا لسه برضه تايهين زينا. بدأ يكلم صحابه الأكبر منه اللي كانوا معاه في نفس الكلية. اول واحد كلمه هو الباشمهندس محمد المغربي. باشمهندس محمد المغربي ده كو فاوندر لكومبايلر، شغال حاليا في شركة جوجل. ده بجد؟ اه ده بجد. طب هو ده طبيعي؟ عامة هقول لكم بقى شوية حاجات هو محمد مهند المغربي ده عملهم، قدرت ان هو يوصله لحاجة ما شاء الله كبيرة. شغال في شركة جوجل في ايلاند، فدي حاجة كبيرة جدا، حاجة كلنا تقريبا نفسنا نوصل لها. شغال سوفت وير انجينير في جوجل. كلم صاحبه التاني الباشمهندس اسلام الخفاجي، سينيور سوفت وير ديفلوبر، شغال ما شاء الله في شركة فويس. وده اصلا هو الفاوندر لكومبايلر، شغال في شركة فويس، وحاليا شغال في شركة في السعودية. كلم تالت واحد من صحابه وهو الباشمهندس احمد حجاج. باشمهندس احمد حجاج هو سوفت وير انجينير في شركة فوري. يعني ماهر بدأ يحس شوية بالإحباط، إن ما شاء الله كل الناس دي وصلت للشركات دي وهو مش عارف لسه يقدم ولا ما يقدمش. ورابع واحد معانا هو الباشمهندس عمر أحمد، شغال برضه سوفت وير انجينير في شركة اورنج، وهو برضه كو فاوندر او اكس لكومبايلر. مين دول او مين كومبايلر؟ اول واحد معانا مهند، طبعا احنا اتكلمنا ان هو كان الكو فاوندر لكومبايلر. تاني واحد معانا هو احمد شغال في فوري، ومحمد الخفاجي شغال في فويس. ومعانا باشمهندس حسام الاي سي بي سي، ما شاء الله متأهل الاي سي بي سي. طيب
مين بقى كومبايلر او ايه هي كومبايلر؟ احنا عمالين نقول كومبايلر كومبايلر، طب مين بقى كومبايلر اللي قدرت انها تطلع الناس القليلين قوي دول اللي شغالين ما شاء الله في شركات كلها مالتي ناشونال؟ كومبايلر دي ستودنت اكتيفيتي في جامعة المنوفية في كلية الحاسبات والمعلومات. يعني برضو كومبايلر عملت لهم ايه او قدمت لهم ايه؟ باختصار قدمت لهم ايه عشان فعلا يوصلوا للمستوى ده؟ اولا انا عايزه اتكلم على كومبايلر او اليو اس بي او اليونيك سيلينج بوينت بتاعه كومبايلر، وهي ان هي بس بتركز اكتر حاجه على التكنيكال سكيلز. بتقدم لنا حاجات كتيره جدا، طبعا بتعمل ايفنتس كتيره. من احسن الايفنتس او من اشهر الايفنتس اللي احنا عملناها، استضفنا الباشمهندس أسامة الزيرو، وطبعا باشمهندس أسامة الزيرو غني عن التعريف. فتخيل نفسك في كليتك وبنستضيف ناس مهمين زي دول، وعامة ان انت تسمع من الاكسبيرينس السابقة لأي حد، او ان انت تسمع الاكسبيرينس السابقة لحد ناجح او لحد ان انت فعلا اصلا عايز توصل للحاجة اللي هو وصل لها. غالبا هي بتأثر الطريق كتير. فاحنا ده اللي معتمد عليه كومبايلر. احنا بنجيب ناس وصلوا لحاجه، مثلا في تراك الفرونت اند، تراك الباك اند، وات ايفر ايه هو التراك. بنبدا نجيب لك الباشمهندسين اللي فعلا قدروا ان هم يوصلوا لحاجه كبيره في المجال، ويتكلموا معاك عن طريق ايفنتس بسيطه بتحصل في الكليه. ودي حاجه يا جماعه بجد بتسهل على الواحد المشوار. يعني لما تشوف حد مثلا في الطريق اللي انت عايز توصل له، او في الرحلة اللي انت عايز توصل لها، هو اوريدي وصل، فاكيد بتكون متحمس ان انت تسمع له وتشوف هو عمل ايه بالظبط. فدي وظيفة كومبايلر، ان هي بتجيب لك الناس اللي هي واصلة لحاجة انت عايز توصل لها وتجمعك بيهم في مكان كليتك. كومبايلر جابت ناس كتير او سبيكرز كتار جدا، من مجالات مختلفة، بتشجع الطلبة طبعا ان هم يبداوا يشتغلوا على نفسهم، وبيقولوا لهم خلاصه او عصاره زي ما بنقول كده تجربتهم. كومبايلر بتعمل ايه كمان؟ كومبايلر بتعمل حاجات ليها علاقه بالبروبلم سولفينج، ومن اشهر الحاجات اللي بيعملوها على طول حاجه اسمها الكونتست. الكونتست ده بيبقى زي اختبار كده بتحل فيه الجوريزمز وحاجات، كانك بتضغط نفسك كده عشان تطلع احسن ما عندك. يعني من غير ده تقدر طبعا من غير كومبايلر تعمل ده في بيتك، ولكن غالبا بنسبه 90% انت مش هتكمل وهتوقف. فتخيل نفسك مع تيم كله عنده نفس الهدف، او تيم عنده نفس الشغف، وكلكم في اطار حاجة واحدة وبتشتغلوا على حاجة واحدة، فطبعا الموضوع بيكون مشجع جدا. فده اول حاجة بتقول لنا ان كومبايلر فعلا هي متميزة قوي في حتة التكنيكال، وان هي تأهلك تكنيكالي لسوق العمل. كومبايلر مش بس بتعمل بروبلم سولفينج، بل هي كمان بتأهلك ان انت تخش تراكس. من اهمهم طبعا احنا كنا بنعمل سيشنز كتيرة عن، وانا كنت انستراكتور فيها في الفرونت اند ديفلوبمنت رياكت. بتأهلك ان انت كأنك بتاخد كورس حرفيا عملي، فبتأهلك لسوق العمل وانت ستيل في الجامعة. وطبعا مسابقة الاي سي بي سي، ناس كتيرة جدا عندنا في كومبايلر وصلوا للاي سي بي سي، ودي حاجة طبعا مش سهلة. عندنا باشمهندس حسام صابر وباشمهندس عبد الرحمن الهبال، هما الاتنين ما شاء الله متأهلين اي سي بي سي عندنا. والباشمهندس حسام صابر هو الليدر حاليا لمافكس كوميونتي. فتخيل ان انت اصلا قاعد مع ناس واصلين لحاجة زي كده، فطبعا بتبقى اكسبيرينس ليك كويسة جدا. عندنا برضو باشمهندس زياد ناصف، خد تريننج في جوجل سمر اوف كود. عندنا سبونسرز كتير، عملنا سبونسر كتير مع كذا حد، مع كود واي، مع روت من اشهر الشركات طبعا اللي بتقدم كورسز. عملنا سبونسر مع سوق الكمبيوتر، عملنا مع نامي، وعملنا طبعا مع اس ال اي. يعني حاجة كويسة جدا طبعا. فبس الرحلة بتبدأ من كومبايلر، شايفة ان هي فادتني على المستوى الشخصي كتير جدا. آه، بالنسبة للجزء السوفت سكيلز، بالنسبة للجزء التكنيكال، شايفة ان هي بداية كويسة ان اي حد يبدأ يخش فيها.
حتى وهو ستيل في سنة أولى في الجامعة، لأن هي بتبقى بداية كويسة وبتفتح لك باب كويس إن أنت تقدر فعلا تقدم على شركات كبيرة زي دي. ايه السبب اللي خلى باشمهندس مهند يشتغل في شركة زي جوجل؟ ان هو اشتغل على مشاريع حقيقية فعلا وهو في كومبايلر. اشتغل على حاجات كتيرة جدا وهو في كومبايلر، اتعامل مع ناس كتيرة، طور من السوفت سكيلز عنده. فكل الحاجات دي بتفرق اولا في شخصيتك، ثانيا بتفرق في السوفت في التكنيكال سكيلز عندك، ان انت تقدر ان انت تبقى مواكب للتطورات اللي بتحصل. بنركز على الاي اي تولز، بنركز على التكنيكال بشكل عام. بس كده. انا باشمهندسة هاجر الفايس بي ار، وبشتغل فرونت اند ديفلوبر. بس كده، واتمنى ان يكون الكلام ده يعني فاد ناس شوية ان هي تبدأ ان هي تاخد خطوة، حتى لو مش بس في كومبايلر، في اي كوميونتي تانية، ان هي تبدأ تستفاد اصلا من السوفت سكيلز عامة، لان هي حاجة تقريبا يعني بالنسبة لي انا هي في نفس مستوى التكنيكال سكيلز يعني عامة. بس كده، وشكرا ليكم، واتمنى تكونوا استفدتوا يعني. شكرا جدا باشمهندسة هاجر. ويعني أكيد السوفت سكيلز زي ما حضرتك قلتي هي بالنسبة لك زي ما قلتي في تعبيرك نفس التكنيكال سكيلز، واللي احنا مؤمنين بيه في اس ال اي وشفناه وبنتكلم عنه كتير جدا في المحتوى بتاعنا، ان هي عدت دلوقتي السوفت سكيلز. وكذا شركة وكذا إحصائية دلوقتي بتتكلم عن الموضوع ده، ان هو يعتبر الكور. ف لان طبعا الكومبيتيشن عالية جدا 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 بين الناس. فشكرا لإضافتك، شكرا كمان للبرزنتيشن، شكرا لتعريفك عن الستودنت اكتيفيتي كومبايلر كوميونتي. بتمنى طبعا الجميع يكون استفاد. تابعونا تاني في حلقات كتير هنتكلم فيها عن الأنشطة الطلابية اللي احنا بنتشارك معاها أو بنعمل معاها بارتنرشيبس، واللي متأكدين إن هي بتقدم قيمة حقيقية وفايدة حقيقية للطلبة. بشكر تاني باشمهندسة هاجر، وبشكر كل تيم كومبايلر كوميونتي على البارتنرشيب الجميلة اللي احنا عاملينها معاهم. وإن شاء الله هنقدم لكم حلقات أكتر وأكتر ونفيدكم أكتر وأكتر. شكرا يا شباب.